بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله لنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. ونفك ربي الخير وانت خير، ونفك ربي السر ذي سار يرنو ياون ثلاثا السر إن شاء الله هاي تبغى ميقضى أي تقاد ميخضى إموضانة نشفو ربي. أما ذيك خامنا ما ذي سبيطراث يقاد يموتنا ثلاث يعفو ربي. فنوي مرة ونفك ربي ثزمرث تزمورث أولا النغ أسلت للنغ أثيدناوي أغفلي سر لي سر. الحمد لله للدعوة الخير مزورة قرنك ونفك ربي السر ذي سر لي سر التيسير ورفع الحرج. ثقي تجديث سيت يجدا نتشرعيث أساس من أساس الدين التيسير ورفع الحرج. هذا عنوان الدرس. سبق في علم الله أن الإنسان ضعيف محدود الإمكانات. ربي سبحانه عز وجل يحصى يزرى باللي أمذان ضعيف، أمذان ضعيف تسيد سيفكاياس نعم وطاقات ومقومات هائلة. ربي فكاياسي ومذان العقل اللاغ. العقل نعمة عظمى ولا شويت يشفان بعد نعمة الإسلام. خاطر ما إلا أمذان يسعى اللاغ يسعى العقل يعرقس وفريد خاسر. ولكن العقل أري السنة يثير بالعقل يعرف كيف يحيا. العقل أذي السن ربي بالعقل يتعرف على خالقه. العقل أريفنو الحضارة، بالعقل يبني الحضارة. العقل أريميز ير الحلال والحرام، بالعقل يميز بين الحلال والحرام. العقل أذي اكتشف وذي السين وذي يف الخير يقفض ربي سبحانه يقزرع سيدي ربي ذي الدونيث الخيرات من البترول والذهب والمعادن المختلفة والزروع والبذور وكل شيء بالعقل. سوى اللغ بنادم يخدم فلاح بالعقل ينتج ويزرع، بالعقل يصنع، بالعقل يرفع، بالعقل يبدع. العقل ولكن العقل محدود. لذلك نقرأ في تاريخ العلوم، نقرأ في تاريخ الفلسفات الفيلوسوفي ثقليمين لأنه قاعد يبظن يقارن العقل إله. العقل إله يؤلهون العقل خاطئ. العقل نعمة من نعم الله. ذي كان أريد زميرة العقل اللي هو مخلوق أذيلي خالق. إفكي يقدر بسائر الحواس، حاسة اللمس، حاسة الشم، حاسة السمع، كل الحواس في كذا مقومات الحياة. إفكي تنتظر ربي سبحانه للإنسان وفضله على سائر الموجودات، فضله على سائر الخلق. ولكن هذه محدودة، كل حاجة ليميتي. لكن غير السلاح كان شويه تسبن الجيران
بالك كتستريح 10 متر 20 متر من بعد ذا كان 40 والزميضه تستريح ضياء كل شيء. البصر ثمغلي محدود، لكن هل ترى ما وراء الجدار؟ أدي ظلها ولاش. البصر لا يخترق الجدران، لا يخترق الحدود. إذن في النهاية كل شيء محدود. إذن سقيوث الجهة ربي خلق الإنسان وفضله على سائر الخلق من الموجودات، من النباتات والجمادات والحيوانات والطيور إلى آخره، وفضله يقينا. ولكن من جهة أخرى هو ضعيف. ذا قد يقرأ باش الإنسان لا يتجبر لا يتكبر. ربي قال في سورة الإسراء: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وري الزميريون هذه الشرق القاعة صدار نيس لكن يبغوا يجهد. وري الزميرات يغلفا ذرار ذي القديس أبدا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. سبق في علم الله أن الإنسان ضعيف بدليل في سورة النساء الآية 28 ربي ناد: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثدز تدرس يريد الله. إذن هذه إرادة الله ذي الفغي نربي. ربي يبغى أذي يستخفف في اللون أتسيفسوس في اللون. وخلق الإنسان ضعيفا. شفامي مدي عدا الفيروس إن شاء الله ورد يغال ولا الكورونا يبو يغداك كل شيء يحبس. زلزال للأجسام، زلزال للاقتصاد، هذا مثال ليكونومي مونديال، زلزال للنفوس، زلزال للمجتمع، زلزال فيروس لا يرى بالعين المجردة. عجيب. باش ربي سبحانه غادي يفكر رسالة. هذا درس من الدروس من تفيد التبعيض هنا، ولها معاني أخرى في اللغة العربية. لذلك ربي ديقار بنادم ذو الضعيف يزمر حاجة مشطوح التهلك أتحبس أتضر. ولكن ربنا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ما دام الإنسان ضعيف يأتي مبدأ التيسير ورفع الحرج. إن هذا هو المنطلق، هذا هو أساس مبدأ التيسير ورفع الحرج. ربي سبحانه من رحمته إن أذكر على سبيل المثال في سورة البقرة الآية 185 ذا ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن بداية الآية يريد ربي يبغى يون اليسر وتسرى ثري منون ذي الطيق وتسرى ثري منون ذي الشدة. لذلك من الأحكام المبنية على هذه الآيات مثلا الصلاة فظلت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قائما ظل سيفدي، وهذا هو ربي أقيموا الصلاة أنفذ ظليت. وذي الفقه هدنيني القيام ركن في حق القادر عليه. وين الزمران إلى قد يفد هذه الظل سوى الدود سيفدي إمور يزمير جالسا قاعدا سيغمي إمور يزمير فعلى جنب يعني في يذيس أي فوس نغ إذيس أظلماض نغ ثينغنيث يعني على ظهره مستلقيا على ظهره. جميع الهيئات مشروعة عند عدم القدرة. ولكن هناك قاعدة النظام شو درتاكي الميسور
لا يسقط بالمعسور. الإنسان ما يزمر هذه الزال سيغيمي وريد زالارة في يديس خاطر يزمر سيغيمي. وهكذا خطوة خطوة. الميسور لا يسقط بالمعسور. القادر على الصلاة قائما وجب عليه القيام. إذا عجز ينزل إلى الجلوس، إذا عجز عن الجلوس فعلى جنب، ولكن أخذا في الحسبان قاعدة ذهبية: الميسور لا يسقط بالمعسور. تجد شرعيت ذواقيذ الفقه يلا إما إليون سمحتي ولا شمان ما كانش الماء نروحوا للتيمم. ربي اللي قال في سورة النساء وفي سورة المائدة: إن فتيمموا صعيدا طيبا. أيها الوزر نغشال نغرمل الصعيد الطيب ذنسا ذي البدل وذي الفقه الحقارا اللغة الفقهية. ننتقل من الطهارة الأصلية المائية وهي الأصل إلى الطهارة الترابية وهي البدل. أصل بدل. ننتقل من الطهارة المائية سوامان وهي الأصل إلى الطهارة الترابية التيممية وهي البدل. لماذا؟ طبقا للقاعدة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مرة من المرات ذا سفر اثنان من الصحابة سين الصحابة إناهن يعني سفرا فلم يجدا ماء. حضرت الصلاة ولم يجدا ماء. يكشم الوقت مصلي يقولوا فينا رمان ذا شو خدمن تيمم سي نورمال في زوجة تيمم خدمن تيمم ظلن. ذا شو يظهر من بعد قبل أذ يفوك الوقت نتظليث خاطر تظليث سومي قال الوقت الاختياري ذي الشريعة ذي الفقه. أوقات الصلاة ربنا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأوقات هي وقت فضيلة وهو أول الوقت ووقت الوقت الاختياري ثم الوقت الضروري. من بعد قبل ذي يعدي الوقت وفنمان فاختلف مخلف سن الصحابة يجي يول ذيك السن إناس كيني وتعاوذ غارة ما نعودش. دخلت وقت الصلاة تيممت خاطر ما كانش الماء صليت خلاص دخلت في الطاعة بوجه مشروع. يظل التيمم أكيد دينا الشرع ويظن إن سواه إن سمعنا نفامان إن كيني أذا غلوظو وذعي وذغي الظليث. الثاني توضأ وأعاد الصلاة. اختلفا يعني بيني وبينكم لو كان ما عندهمش العقل وماشي فاهمين الشريعة ثم يفريوها. واحد يقول والله غير تبع رايي وإلا هذا فراق بيني وبينك. ثورا نفضوا ذا الراي ولا يعدي. تغنات هذه كارثة على بالك. تغنات من أكبر الأمراض المدمرة للإنسان في الحياة. نمارة ثغنت يهوي إلا وان دات الشبح يهوي ما في الحقيقة اليوم إما إلا في الباطل لا. ذلك المتنبي الله يرحمه إناس رجل حكيم إناس لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. والسعينا لا ثغنات مخلفا كملنا فريد لا ما يجمعهما أكثر مما يفرق بينهما. أين اثني شركا أكثر بين اثني فرقا. إلا نتعلم منهجيا والأمر على مستوى الذهن يقول لغا ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. ينولس مولد معمري دا المولد نث معمر أذفلس يعفو ربي رجل
حكيم أديب. تلاقى مع واحد يملك ديول لقيت المناسبة مستقساين أنيسيك أنت منين؟ يناس البشرة الفلانية تدرتي وتدرت الفلاني ذا شو سينا وينا غيمولد مامري إنا يس تدرتي كنت تدرت إنو يفضاثنت واسيف الدشرة نتاعك مع الدشرة نتاعي فرقهم الواد فرقهم مولد معمرين ياس هذا الدشرة نتاعي والدشرة نتاعك جمعهم الواد كلمة تبدل كلش تدار فيه أو تسدر فيه يشركيث تواسيف. وطبعا الكلمة تختلف الكلمة الأولى منفرة يفضاثنت تدعو للفرقة، الكلمة الثانية تجمع. وطبعا بين قوسين كون ديت قبايليت ما كاين الفلاني يتسمسيث قبايليت المعنى يوزن وال يخف زرامي والشيخ اسمي يخدم لك زعما يوراش زيك ما كانش ستيلو ما كانش والو بالهضره يعطيو الدبلوم بالهضره درك اللي كاين كلش بكري خاطي يدير شغل اونترتيان امتحان الشفوي لو غران تورال وبعدين كل واحد يهضر نطق واحد إن صار بيث هذوظولي أرطار دي وفق جعل ذريمي وذا الفطا أن دايد ذي سوق ثبور ثميل دي سوحنين نوري الزمير حدث يغلق كلام رائع ولكن يسخاطي تغلظوظ أن دا غلظوظ إن يسمي النيض جعل ذريمي وذا الفطا أن دايد ذي سوق إن يسوي نسانا ذريم شرط خريطي سيزمر دي سوق نبغى ولا يسوقن سواوال من مرة يسوق ووال ميلا أوال يسعى أزال. نحب شكون اللي يقدر يتاجر بلسان بالكلمة لأن الكلمة لها أثر الكلمة لها معنى. إن يسود قرار جعل ذريميو ذا الفطا إن يسكس ذريميو أواليو غير عاود السد إن يصار بيثه ذوظوليو أرطار ذي وفق جعل أوليو ذا الفطا أن دايد ذي سوق ثبورث ميل دي سوحنين وريزمير حدث يغلق الكلمة. لذلك ربي قال في سورة إبراهيم من الآية 24 إلى غاية الآية 27 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس إلى أن يقول في الآية 27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أدنغال سني مخلفا ومخلفنا كملنا فريد كل واحد كاين الرأي والرأي الآخر كل واحد يقبل الرأي الآخر لا يلغي الآخر لا يبني وجوده على أنقاض غيره لا يبني حضارته على دمار حضارات الآخرين. الإنسان هو الذي يقبل التعايش والتعاون في المشترك الإنساني. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب. وربي قال في سورة الجاثية الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اختلف الصحابيان في زوج كي وصلوا النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ننتبه ماذا حصل؟ بدأ بالذي لم يعد صلاته هذاك اللي ما عودش صلاته اللي صلاها غير بالتيمم وكيل قال ما عودش. ذا شو سينا واش قال له؟ قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. يعني راك جبت السنة في لاسيبل سوا فرح صافي الحمد لله. قالوا أنا فقيه أنا جبتها سوا إيه إناس شيني
وين نعاود ذلك انت ظليت ستيمو مني كلام زوارو إناس تبطل ذي السنة سوا فظلي فيك الصحة أجزاءتك صلاتك ما ذوي السين سي قرصة فين كيني معناتها مادام هذاك جابها صافي أنا ما جبتهاش كاد يحزن ولكن ما نسوش باللي تيمم صلى زاد كي لقى الماء توضأ وعود الصلاة قالوا انت يا لك الأجر مرتين فرحني سين من هنا لابد هذه رسالة موجهة إلى جميع المفتين إلى جميع من يتعامل بالفقه الإسلامي نقول لهم لابد أن نستثمر الفقه لنرفع لا لنضع لنجمع لا لنفرق لنزرع الأمل ولا نزرع اليأس نزرع الوحدة ولا نزرع الشقاق نبينا صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة هو الذي قال أن هذا الدين يفرح يزرع الفرح ولا يزرع الحزن وهذا الاختلاف أراد الله ذلك أين الإشكال المسائل الخلافية صدق من قال لا إنكار في مسائل الخلاف نعود صافي مولى شمان يجوز تيمم هذا من التيسير رمضان واحد يكون صائم إذا كان إن شاء الله نسأل الله أن يبلغنا رمضان اللي مش قادر يصوم ما يصومش يفدي واللي كان مرض يرجى برؤه شفاؤه كي بعد رمضان كي برا يقضي والسلام ربي قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كي يخلص رمضان تقضي براحتك بسم الله ما شاء الله إذا كان تقول لي أنا خلاص قال لي طبيب انت يا خلاص عادي القاعدة تقول إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب ذا ربي ديف كان تزمرت ما يكون تزمرت وكيتحى سفارة بعدها مباشرة سبحان الله في نهاية الآية 185 من سورة البقرة ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أختم الدرس بالآية 78 من سورة الحج وهي آخر آية في سورة الحج عندها 78 آية ربي قال وما جعل عليكم في الدين من حرج والقاعدة الفقهية تقرر أن الحرج مرفوع يعني ربي يبغى ليسر والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وهو الذي يقول يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا يسرا ولا تعسرا إذن هذا هو ديننا المبني على أسس من هذه الأسس التيسير ورفع الحرج ليسر أكون يفكر ربي السر ذي ليسر السلام عليكم